أهلا بيكم وتفاصيل طرح الحكومة لشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان القادم في 2024. هنقول لك في هذه الحلقة كل التفاصيل، وهنقول لك تقريبا الموعد اللي هو هتنزل فيها هذه الشقق. هي ممكن يا جماعة ممكن ما يبقاش في ميعاد مؤكد، ولكن في موعد إن شاء الله احنا بنتوقع بشيء، بس احنا هنقول لك هنا في هذه الحلقة كل الشروط والاوراق عشان حضرتك لو انت حابب تبقى جاهز، وما يبقاش اي حاجه تقابلك مفاجاه. واحد يقول لي طب وانت عرفت منين؟ اقول لك لا، ما خلي بالك هنا انت بتتعامل مع حكومه خدت قرارات خاصه بصندوق الاسكان الاجتماعي وشقق الاسكان الاجتماعي. هذه القرارات ثانيه معانا للاعلان القادم وثانيه معانا الفتره كده، فخليك اعرف كل التفاصيل وجهز نفسك وخليك جاهز عشان خاطر مفيش اي فرصة فعلا تضيع منك، لان الفرص سوف تكون قليلة، وسوف تكون فعلا فرص في وسط معدلات التضخم الكبيرة. اي حد يقدر ياخد يا جماعة شقة بمعدلات فايدة حتى لو 7%. حضرتك دي فرصة كبيرة وتقدر ان انت ان شاء الله تجهز نفسك ليها وتستفاد منها. ايه هي بقى التفاصيل الخاصة بهذا الاعلان واللي هيكون شامل كمان يا جماعة اصحاب المعاشات؟ وهقول لكم ليه، وهحاول كمان اعمل لكم حلقة مخصوص هو ليه شامل اصحاب المعاشات في هذا الاعلان. خليني كده اقول لك ان الشروط بقت اصبحت يا جماعة طبعا لازم يكون مصري، وبالنسبة لي السن 21 سنة، والسن الحد الاقصى اتشال. يعني اللي كان زمان ما بيقدرش يقدم عشان خاطر سنه اكتر من 50 سنة، حضرتك هذا الشرط اتشال من الاسكان الاجتماعي. كلنا بقى نخلي بالنا في الحته دي، وانا هقول لكم زي ما قلت لكم كده على كل التفاصيل. كانت زي ما انتم عارفين كده برضو من ضمن التفاصيل المهمه ان انت لازم تكون من ضمن سكان المحافظه. يعني لو هيطرح شقق في اكتوبر حضرتك لازم تكون من نفس سكان اكتوبر. لو انت حضرتك عايز شقق في حدائق العاصمه ناحيه مثلا العاصمه الاداريه، يبقى حضرتك لازم بطاقتك تبقى القاهره. فلو حضرتك ساكن في اي محافظه تانية وعايز من دول، حضرتك بسهوله جدا تقدر ان انت تنقل محل اقامتك او تطلع بطاقة بمعنى اصح فيها محل اقامة بالعنوان الجديد. وعشان حضرتك لازم تثبت محل الاقامة زي ما شرحت قبل كده، لازم يكون في ايصال مرافق حديث. ايصال مرافق حديث ده عشان يضمن ان انت موجود في محل الاقامة اللي انت قاعد فيه. فحضرتك ببساطة جدا لو انت هتنقل محل اقامتك في اي مكان لازم تبقى ليك علاقة بهذا المكان عشان تاخد منه وصل مرافق حديث عند نزول الاعلان. ومش شرط يكون باسمك، مش لازم خالص يكون باسمك، باي اسم كان، ولكن مهم ان انت يبقى معاك ايصال مرافق لهذا هذا العنوان اللي حضرتك موجود فيه. ده بالنسبه لموضوع محل الاقامه. بالنسبه لموضوع الدخل، كنا اتكلمنا يا جماعه وقلنا ان الدخل اتغير. اصبح للفرد بقى الحد الادنى للدخل 10000 جنيه. يبقى اي حد المرتب بتاعه لو هو اعزب، اعزب وعايز يقدم معاك لغايه يكون مرتبك 10000 جنيه، انت بقيت من محدود الدخل. طب لو انت اسره معاك لغايه 13000 جنيه، حضرتك لو انت او انت وزوجتك مرتباتكم ما كملتش 13000 جنيه، يبقى حضرتك تقدر ان انت تقدم في هذه الشقق وتستفاد من شقق الاسكان الاجتماعي. واعتقد ده هو الملاذ الاكثر امانا لكثير من المصريين اللي هم بيدوروا على هذه الشقق. خلينا كده نبقى احنا بنتكلم بكل تفاصيل وبكل عشان الناس كلها تفهم. لو انت مرتبك في هذه الحدود يبقى انت جهز نفسك، واقول لك تجهز كام دلوقتي، بس خليك عارف. لو انت محل اقامتك موجود مش او انت عايز مثلا انت في الجيزه وعايز في القاهره او العكس، حضرتك لازم بطاقتك تبقى على نفس محل الاقامه او مكان عمل. ومكان عملك ده هتثبته ازاي؟ بخطاب من جهه العمل ترفقه فين في الاوراق ان مكان عملي فين في القاهره، وانا مثلا بطاقتي على الجيزه. وبرده لازم تجيب ايصال مرافق او تجيب ما يثبت من عملك ان انت في هذا المكان. ده بالنسبه لاول شقين في الشروط. احنا اتكلمنا على شق محل الاقامه وعلى شق العمر وعلى شق الدخل. قلنا الحدود بتاع الدخل اتغيرت، كانت الاول 6 وكانت 8، بقت دلوقتي 10، وبقت وبقت 13000 جنيه. وده حاجه اعتقد مناسبه وهتدخل شرايح كتير جدا كان نفسهم يحجزوا وكان الدخل بيبقى العائق بالنسبه لهم. فمهم جدا كل الناس اللي بتتابعنا تعرف المعلومات دي وتجهز نفسها عشان خاطر تعرف ايه هي الشروط بتاعه الفتره القادمه. طب هل الموضوع شرط ان انت لو مش واخد قبل كده ينفع تاخد؟ ده لسه موجود. حضرتك ما ينفعش تبقى مستفاد باي وحده
من وحدات الاسكان الاجتماعي او وحدات اللي هي مشروعات الدوله، ويتقدم فيه اي اطروحات جديده. ده لسه الشرط ده موجود. طب بالنسبه بقى لمقدم الدفع والفلوس اللي انا ابتدي اجهز، حضرتك هيبقى مطالب منك ان انت تدفع 28,000 جنيه مقدم. واحد يقول لي اشمعنى 28,000؟ اقول لك ده اللي اقره صندوق الاسكان الاجتماعي في اخر اعلان ليه. قال لك ايه؟ قال لك مقدمات الحجز 28,000 جنيه، وهتدفع كل 3 اشهر 6,000 جنيه قسط ربع سنوي. بيحاول يقسط لك المقدمه، ولكن كمان بالاضافه لهذا المبلغ هيبقى في مقدمه هتبقى صغيره شويه، بس هتبقى في مقدم. يبقى اي حد عايز يقدم، وهقول لك بعد كده، بقول لك موعد الاعلان اللي احنا شايفينه، اللي احنا عارفين او مش عارفين، اللي احنا متاكدين ان شاء الله هينزل في الاعلان القادم. خلينا كده نقول لك نقول لك ان انت لو انت ناوي تحجز، ابتدي خلي الفلوس دي على جنب، لا تعملهم شهاده، ما تعملهمش اي حاجه، يعني تخلي لك حوالي 30,000 جنيه، مش دول اللي هيأثروا عليك، خليهم معاك من دلوقتي. او لو داخل جمعيه خش جمعيه، او اي حاجه حضرتك تقدر توفر بيها هذا المبلغ لو انت ناوي تحجز شويه. 30,000 جنيه دول ما بقوش يجيبوا اي حاجه نهائي، خلي بالكم. فاي حد ناوي يحجز شقق يتفضل يحجز ويتفضل يجهز هذا المبلغ، وده الحد الادنى عشان حضرتك تقدر تحجز. الشقق سعرها زي ما احنا اتكلمنا قبل كده هيكون 500,000 جنيه بالنسبه لكل المدن ما عدا برج العرب الجديده، وده للناس اللي هم ناحيه اسكندريه. لكن اي مدينه ثانيه ان كانت بقى اكتوبر الجديده او حدائق العاصمه او اي مدن جديده في القاهره والجيزه واي مدينه اخرى، هيكون الثمن الوحده كاش 500,000 جنيه، ده غير طبعا التقسيط. برضو من اهم الشروط اللي حضرتك لازم تعرفها موضوع التمويل العقاري. طب ويا ترى التمويل العقاري بقى انا هقسط على ايه؟ وهل موضوع فايده ال 3% لسه شغاله؟ اقول لك لا، فايده ال 3% مش شغاله، ولكن الحكومه واخده قرار ان التمويل العقاري هيبقى 7.5%. ان انت تقدر تقسط على 7.5% على مدار 20 سنه. طبعا ممكن على قصه 20 سنه دي يكبر لك القيمه شويه، معلش، بس انت هتبقى في زمن غير الزمن يا عالم. بعد ال 20 سنه ده قيمه الفلوس دي او ال 500,000 جنيه دول هيبقى قيمتهم محدش عارف. كنا بنقول كده على الشقه لما كانت ب 310 من سنتين، دلوقتي بقى 8 500,000. يا عالم اتقن كمان سنتين ايه اللي هيجرى في اسعار الشقق. خلينا كده، يبقى احنا اتكلمنا على الاسعار، اتكلمنا على التمويل العقاري. خلي بالكم، كل اللي ناوي لازم يبقى مجهز معاه حاجتين: مع بيانات محل الاقامه وبيانات الدخل والمقدم اللي هيقدر يدفعه، واللي هيكون في اي مكتب بريد انت بتشتري منه كراسه الشروط، وبتقدر بعد كده تسدد. طب هل في اطار تطوير الموضوع ده انه ممكن ينزلوا سبل اخرى او طرق اخرى؟ اعتقد البريد المصري هو اكثر الاماكن اللي ممكن تقدم هذه الخدمه، لانه منتشر في جميع انحاء الجمهوريه وبيضم اكثر من 4,000 دلوقتي 500 مكتب. كيان كبير جدا هو اللي يقدر يتحمل الضغط الكبير اللي بيبقى على طلب كراسات الاسكان ودفع المقدمات والحجز والكلام ده. طيب بالنسبه بقى للتقديم وموعد التقديم، انا عايز اقول لكم هنا ان احنا لو انتوا عايزين تفهموا سبب ان لغايه دلوقتي ما نزلتش الشقق ليه، ده عشان خاطر الشقق دي بتحتاج دعم من الحكومه. دعم في حاجتين: دعم اول حاجه في ثمن الاراضي، والحكومه ما بتدفعش فيه حاجه، خلينا كده نكون صراحه مع بعض، ولكن بيتحسب عليك دعم. ولكن الدعم الثاني اللي الحكومه بتدفع فيه فلوس هو دعم الفايده. حضرتك دلوقتي لو هو هيقسط لك على فايده قيمتها 7%، حضرتك بيبقى مطالب منه ان هو يسد للبنك، لان البنك مش جهه اجتماعيه، مش تقدم حاجات خيريه، لا، البنك بيدي فايده للناس على الشهادات 23، يبقى لما يجي يطلع قرض يطلعه على كام؟ اقل حاجه 5 26. فبالتالي قرض التمويل العقاري ده قرض، فالبنك هنا الحكومه بتقدر انها تدفع له الفرق. يحسب لك هو ب7، والحكومه تقول له خلاص انا يا عم هديك الفرق منين؟ من جيبي من الموازنه. فعشان موازنه السنه اللي فاتت خلصت، فاحنا هننتظر موازنه السنه الجديده، والسنه الجديده دي بتبتدي في شهر يوليو عام 2024. ولو احنا هنبتدي ان جهاز صندوق التمويل العقاري والكلام ده اللي هيتم بالظبط، خلي بالكم وانا مسؤول عنه، هيستنى يشوف الحكومه هتخصص له قد ايه.
الحكومه مثلا خصصت له مثلا هنقول ايه 10 مليار. 10 مليار ده يقول لك انا لو كل شقه هتاخد من عندي 10000 جنيه دعم او 20000 جنيه دعم مثلا، انا بدي ايه، بدي مثلا، مش الارقام دي طبعا الحقيقيه لان دي ارقام خاصه بالحكومه والحكومه بتحط اكتر من الرقم ده بكتير. ولكن هنا هيحسب ايه، مثلا يقول لك ايه مثلا انا هدي كل شقه 100000 جنيه. فال 100000 جنيه دول انا يبقى انا ال 10 مليار دول يخلوني اعمل مثلا يعني 10000 شقه. يقول لك بس انا يا جماعه هطرح ليكم 10000 شقه. فين بقى؟ يبتدي يبص على الايه، الاماكن. شوف شويه اماكن في اكتوبر الناس عايزه في اكتوبر، حدائق العاصمه الناس عايزه في حدائق العاصمه. شوف لي محافظتين ثلاثه تانيين يكونوا حوالينا يكونوا ايه الناس برضو طالبه فيها شقق. ويبتدي يحدد الاماكن، ولكن هو عرف الرقم اللي هيقدر يطرحه للناس من ايه، من الرقم اللي هيتحدد له فين في الموازنه. فبالتالي هو مضطر لازم يستنى لشهر 7. الموضوع ده بقى ياخد فيه 7 و8، وممكن تنزل الشقق يا في اول 9 يا مثلا احنا بنتكلم في اخر 8 يا في اخر 9. كل ده بيتوقف على قرار بقى الحكومه وقرار القائمين بالعمل وقرار وزير الاسكان ورئيس الحكومه ورئيس السيسي. كل القرارات دي بتبقى بقى وهو جاهز كل حاجه ومنتظر اللي هي يدوس على الزرار اعمل الاعلان. ودي كلها طبعا اوراق بيبقى لازم تتوقع من المسؤول، ما بيبقاش الموضوع كده يعني ايه قرار بيتاخد فرد، لا حضرتك ده لازم قرار اعلان زي كده ده يوقع عليه من وزير الاسكان ورئيس الوزراء. فطبعا كل التفاصيل دي مهم جدا ان انت تبقى عارفها عن الاعلان القادم للاسكان الاجتماعي بقى، ان كان المفروض ده هيبقى اسمه السابع عشر، لان اللي فات ده كان السادس عشر والسادس عشر التكميلي. اللي جاي ده اللي هو هيبقى السابع عشر. فمهم جدا كل الناس تعرف التفاصيل دي، واتمنى يا رب الكل يستفاد من هذه المعلومات والكل يجهز نفسه عشان خاطر فعلا اللي محتاج شقه ياخد شقه. ودايما يا رب نشوفكم بكل خير، وشكرا ليكم والى اللقاء كل متابعينا الكرام.